أنا بقالي 1.5 سنة مقاطعة، 1.5 سنة ما شربتش كوكاكولا. مع ذلك حياتي لسه مستمرة وما جاليش نقص هشاشة عظام ولقيت بدايل الحمد لله. المقاطعة هي الامتناع الاختياري والمتعمد عن الاستخدام أو الشراء أو التعامل مع شخص أو منظمة أو بلد كتعبير عن الاحتجاج، وهي مش حاجة احنا ابتدعناها، لأ دي حاجة حصلت كتير على مدار التاريخ. أمريكان السود قطعوا المواصلات الأمريكية سنة 1955 عشان كانت عنصرية وكانت عايزة السود يقفوا لو العربية مليانة، والمقاطعة أدت إلى أن في 1956 قانون الفصل العنصري في المواصلات يتلغي. غاندي قال في المقاومة ضد الاستعمار البريطاني: كلوا مما تنتجون والبسوا مما تصنعون وقاطعوا بضائع العدو. وفي هذا الفيديو أنا لست على صدد تجريم عدم المقاطعة وأقولك تقاطع لو أنت مش مقاطع، لأنه كل واحد حر في قراره، والموضوع اتعاد واتزاد فيه كتير، فأكيد أنت عندك علم بوجهات النظر المختلفة. بس كل اللي أنا عايزة أقوله إني أدافع عن وجهة نظر المقاطعين اللي شايفة إن هي 100% صح ومفيدة للمجتمع. 1. علشان ندعم المنتجات المحلية. تخيل بلدك يزرع لنفسه ويصنع لنفسه وينتج كل احتياجاته والفائض يصدره، ميبقاش معتمد على الاستيراد. مش لما حرب تحصل في أوكرانيا نبقى احنا في الشرق الأوسط بنعاني. وأنا مش شايفة في هذا العالم فرصة أحسن من الفرصة دي تخلي الستارت ابس المحلية تزدهر. صحيح سيناكولا طعم وكلونيا ومنتجات المقاطعة أرخص، لكن مش دعمنا للمنتج المحلي هو أصلا اللي يوصله إنه يزدهر ويبقى في مستوى المنتج العالمي. 2. الكرامة. أنا دلوقتي لو بشتري من كشك وصاحب الكشك ده شتمني، هل هروح أشتري منه تاني؟ طب لو قتل أختي، هل هاجي تاني يوم الصبح أقوله صباح النور أنا هضطر للأسف أشتري منك عشان ما أروحش لحد الكشك اللي على أول الشارع؟ 3. أضعف الإيمان. مش عايزة أفاجئك بس الحرب لسه شغالة على غزة، هما تجبروا كمان بعد ما كسروا الهدنة، وقدام ده كله احنا مش معانا غير اننا ندعي لهم ونتكلم عنهم ونقاطع. 4. الطريقة الأوضح لتوصيل صوتنا. أقول يا أخي الكريم، إن لم تصاحبنا فلا تضاربنا. هناك آراء قوية من جمهرة من العلماء الموثوق بعلمهم وفقههم يؤيدون مسألة المقاطعة لأنها وسيلة قد تكون سلبية ولكنها مؤثرة في الآخر الذي يعبد المال من دون الله. يعني انت شايفة ان ال15 جنيه اللي مش هدفعهم في البيبسي هم اللي هيحرروا فلسطين؟ يعني لأ، بس لو انت ماشي بالمنطق ده ايه اللي يخليك تدفع 3 جنيه لسواق المشروع؟ عشان اكيد مش هي دي اللي هتعيشه هو واهل بيته. بجد يعني انت عايز تقنعيني انك مقاطعة؟ بجد لو كده بقى امسحي جوجل وارمي الموبايل والدواء المستورد بتاعك عشان دول كلهم مقاطعة. يا اخي ما لا يدرك كله لا يترك جله. فعلا اغلب الحاجات اللي بنقول نقطعها هي الرفاهيات والحاجات اللي ليها بدايل، فده مخليه كمان اسهل. واصلا انا لو مسحت السوشيال ميديا هنقطع عن العالم وعن اخبارهم ومش هقدر ادافع عنهم. الناس بتوع المقاطعة دول اوفر قوي، بيحسسوني انهم بيتكلموا عن صلاة او صوم. علشان المقاطعة مش بتحقق مرتجاها غير بعدد كبير من الناس، فطبيعي يكونوا عايزين ينشروا الوعي. والمقاطعة مهمة كمان لان هي نوع من انواع الجهاد بالنسبة لنا. ايوه زي ما بتقولي، دلوقتي محدش مقاطع، فايه لازمة تقاطع لوحدك بقى؟ هو عامة في ناس مقاطعين كتير في كل دول العالم، ومقاطعتي معناها ضم صوتي على صوت كل المعترضين. ولو أنا لوحدي فأنا مش عايزة أكون بستثمر فلوسي في هذا الكيان بأي شكل من الأشكال. انا بصراحة من الاخر كده مش ناوي اجي على الرفاهية بتاعتي عشان نثبت اني اذي شوية ناس. دي مشكلة انك مش واخد بالك ان احنا أمة واحدة. سيدنا محمد قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وربنا قال لنا في سورة الأنفال وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فأنا بحاول أفهم وجهة نظر المعارضين للمقاطعة بقالي كتير وعمري ما وصلت لحاجة. فلو انت مقاطع جو خليك متمسك بمبدأك، ولو كده لسبب ما مش هتقاطع ما تقللش من اللي مهتم، عشان في ناس بذل مجهود وبتتحرى وبتتابع وبتدور عشان قضية انت شايفها من التفاهات. وهنا للأسف الشديد جدا 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 يكون الفيديو خلص. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم، وفراشات قد قالت هذا فصل الصيف، ورفيقاتي قلنا هيا للنزهة هيا،
ما أجمل هذه الرحلة، هيا يا أصحاب.